السلام عليكم. الرئيس الإيراني التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف. وفي تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة في ختام زيارته إلى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اعتبر الرئيس أنه من الضروري تنشيط الاقتصاد السياحي والزراعي في خوزستان، وتابع: المبادلات الاقتصادية مع الدول العربية زادت من 4 إلى 5 أضعاف، وأن خوزستان لديها القدرة اللازمة لتطوير التجارة الخارجية مع الدول العربية في الخليج. وقال إن خط سكة حديد شملجة البصرة رغبة طويلة الأمد لأهالي خوزستان والعراق، مما يوفر الأساس لتسهيل الأعمال التجارية، وسيتم الانتهاء من هذا الخط. وأوضح رئيسي أنه تم تدشين مشاريع مهمة في هذه الزيارة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.